السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي عندها جهاز مالتي 4035 أو 5035 أو أيا كان نوع الجهاز، تعالى دلوقتي أعرفك شوية حاجات عشان أنت لو لسه جايب الجهاز ده جديد. أعرفك شوية أساسيات كده هتساعدك إن شاء الله. عايز أقول لك إن الجهاز ده محترم جدا ومن أفضل الأجهزة اللي ممكن تشتغل عليها أو تختارها إن أنت مثلا تكون موجود بتعمل عليها شغل وكده. فتعالى الأول أوريك البدايات بتاعة الجهاز. أول حاجة لو مثلا حبيت تطلع علبة الحبر بتدوس على اللوك كده تفتح العلبه الكفر بتاعنا بتلاقي قدامك علبه الحبر اهي. طيب طلع علبه الحبر ازاي يا باشمهندس؟ في لوك هنا في الجنب اهوت لونه لبني، حضرتك هتشده كده وتبدا ان انت تخرج علبه الحبر بتاعتك، بتخرج كده بكل سهوله عادي. طب حبينا نرجعها بنحطها تاني اهوت. تمام، انا بحاول ابسط عليك الشرح وانجز لك الدنيا يعني. هنقفل اللوك بتاعنا تاني. معلومه بقى للناس اللي عندها الجهاز دوت، عشان برضو اغلبيه الناس بتغلط فيها، وحتى لو عندك برينتر كيوسيرا المعلومه دي مهمه جدا. موضوع الريبليسنر اللي بيديك قدام ده بسبب ان انت بتحط علبه الحبر بيبقى في زوم باينه تحت اهو. ممكن تقرب كده بالفيديو بعد اذنك. في زوم باينه صغيره اهي، حضرتك ما بترفعهاش لفوق، حضرتك ممكن ترفعها لفوق كده وتلف الترس لحد ما تلاقيها على الشقه دي. شكل الزوم باينه اهي، زومبا لونها اسود اهي. ساعات بتنزل ما بتترفعش، فاصبح كده ان علبه الحبر دي ما عشقتش في المجموعه، فبتديك بعد كده رساله ريبليس تونر. طب لو عندك ورقه محشوره جوه الجهاز، حضرتك بتطلع المجموعه دي من اللوك اللبني اللي تحت ده زي ما هو كده، بترفعها لفوق وبتبدا ان انت تشدها لبره، فبتبص تلاقي الورقه المحشوره معاك هنا جوه، فحضرتك بتشدها كده بكل سهوله وموضوعها بيبقى سهل جدا. طب ازاي عايزين نغير دلوقتي اللغه؟ اعلمك ازاي تغير اللغه، تعمل ريفريش دروم بحيث ان انت تظبط صورتك. بس الاول افهمك برضو بقيه الحاجات عن الجهاز ده. الباي بوس، ممكن حضرتك تجيب الباي بوس ده. الباي بوس، الباي بوس ده الوسيله التانيه زي الدرج، بتحط بتطبع عليه اي 5 واي 4 عادي، وكل المقاسات يعني شغال معاك اي حاجه، ما فيش اي مشاكل. ده بقى شغاله عادي مع الدرج بتاعنا تحت اهوت. بحط فيه ورقي وببدا ان انا اقفل الجهاز بتاعي عادي. طيب عايزين نغير لغه، هوريك ازاي تغير اللغه من الاعدادات. بس تعال الاول اوريك من هنا من الجنب ازاي تغير اللغه الفرنساوي ديت. انت لو بصيت هنا على البانل هتبص تلاقي اللغه بتاعته بالفرانكو او بالالمانيه. طب احنا عايزين دلوقتي نغير اللغه الانجليزيه. حضرتك بيبقى فينا اهوت زي لوك اهو، هشده كده على ناحيتي. قرب كده معلش. هشده كده ناحيتي وهبدا ان انا اطلعه كده اهو. تمام، انا لما شديته هبدا اطلع الكفر ده، بيطلع عدل وش الازاز ده اهو. بعد كده بلاقي تحتيه ورقه الاستيكر اهو. لو بصيت على الورقه الاقي في ورقه تانية تحتيها الانجليزي ستوب وستارت وكل حاجه. هبدا ان انا احطها. تمام، بعد كده اركب الكفر الازاز بتاعي او البلاستيك. بعد كده ارجع البتاع دي تاني مكانها. طب من ناحيتي وابدا ان انا ادخلها على جوه. طيب عايزين نغير اللغه من الجهاز يا باشمهندس. حضرتك هتخش على السيستم سيتنج هنا. تمام، هتخش على تاني اختيار، هتبدأ تختار اللغة الإنجليزية أو أيا كان بقى اللغة اللي أنت عايزها. طب هل يا باشمهندس في لغة عربية؟ لأ، مفيش لغة عربية في الجهاز. الجهاز بيدعم لغة إنجليزية بس. طيب أنا دلوقتي عندي مشكلة في الصورة وعايز أظبطها. حضرتك هتخش على السيستم سيتنج تاني، بتنزل لحد آخر اختيار تحت، تخش لحد آخر اختيار تحت رقم 5. تمام، بعد كده بتخش بقى على على الضبط. بتلاقي حاجة هنا، بتلاقي حاجة هنا اسمها ريفريش دروم. ثانية واحدة أوريها لك. دروم ريفريش. تمام، في القايمة رقم 2 آخر واحدة حضرتك بتخش عليها وبتبدأ تعمل ريفريش دروم للجهاز. الجهاز دلوقتي بيعمل دورة بحيث ان هو يظبط نفسه لو في مشكلة في الصورة او في خطوط او الكلام بهتان او ايا كان. موضوع ريفريش دروم ده انت لازم تعمله كل فترة، مثلا مرتين تلاتة، لو حسيت ان الصورة بتاعتك مش مظبوطة. طبعا ده الفيدر بيتفتح ازاي؟ بيتفتح عادي جدا كده، بترفعه لفوق وبتنزله لتحت كده عادي، والسكانر اهوت عندك لو عايز تصور. تمام، اخر حاجه اعرفها لك موضوع العادم. دايما بيبقى الجهاز ده في علبه عادم هنا من الجنب، بفتحها كده اهو وببدا ان انا اطلعها. بدوس على اللوك دوت كده وابدا ان انا اطلع علبه العادم بتاعتي. علبه العادم دي يا باشمهندس بنملاها؟ لا، علبه العادم دي حضرتك بتفضيها كل ما بتتملى، لان ديت زباله الحبر ديت، مش عباره يعني، ما دي الزباله اللي بتنزل من المكنه. فحضرتك بعد ما بتتملى بتفضيها في اي باسكت زباله وبتبدا ان انت تمسح البوز ده بكونه ناشفه. طبعا احنا مش بنغسلها عشان في ناس قبل كده شفتهم بيغسلوها، دي ما بتتغسلش يا جماعه، دي لازم تبقى ناشفه جدا. تمام، بركب العلبه بتاعتي تاني.
فاصبح كده ان انا عرفتك موضوع علبه العادم وموضوع ان انت ازاي يعني شويه حاجات بسيطه. فان شاء الله بنزل لك فيديوهات الايام الجايه برضو عن موضوع ان انت ازاي تتعامل معاه اكتر، واعرفك شويه حاجات اكتر، وازاي تصور على البطاقه وكل الكلام ده. بس كل طالبه منك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتصلي على النبي. ولو عاوزت اي حاجه حضرتك بتكتب لي في التعليقات، تقول لي يا باشمهندس انا واقف على كذا، وانا ان شاء الله اساعدك واعمل لك فيديو. السلام عليكم ورحمه الله.